بصوا يا جماعة، دايما بنحذر من إصابات المانجا. أخطر شيء بيصيب المانجا الحشرات القشرية. بصوا، شايفين البقع الصفرة دي؟ اشمعنى المكان ده مصفر بالطريقة دي؟ يلا نشوف اشمعنى. نقلب الورقة مع بعض. يلا استعدوا. 1 2 3. هوبا. الله، ايه اللي ورا بقى ده؟ ايه الحاجات البيضة الصغيرة دي؟ خلاص، اللي عاملة زي النمل، ولكن ايه، سخنطوطة وبيضة وجميلة وحلوة اهي. اهو، ادي اصفر. نقلب 1 2 3 اهو. دي الحشرات القشرية. الحشرات القشرية فصيلة من فصائل باقي الدقيق، يعني من نفس عائلة الباقي الدقيق. حشرة بتمص العصارة، العصارة تطلع بره، يتكون عليها يا اما عفن هبابي تلاقي الورقة تسود، يا اما يتكون عليها مثلا حاجة زي مرض الانثراكنوز اللي بيجي للمانجا، وهكذا. علاج الحشرات القشرية اتكلمنا فيه، ان انا اغير المادة الفعالة كل فترة، ان انا اغير المادة الفعالة باستمرار. ما تعودش على مادة معينة. مرة ارش كلوربيفوس مع زيت نباتي، مرة ارش ميدا كلورايد، مرة اسيتامرايد، مرة ميتافلومايزون، مرة بريموفوس مسايل، وهكذا. نغير دايما الايه، المادة الفعالة، عشان نسيطر على الحشرات القشرية، عشان ما تنتشرش عندي وتدمر لي شجرة جميلة زي شجرة المانجا.